صدى المحراب ياسرنا بآيات من الذكر يرددها أئمتنا بجوف الليل والفجر. تلاوتهم مميزة كأنفاس من العطر، كمثل حدائق جمعت صنوف الزهر والثمر. صدى المحراب. القرآن الكريم حبل الله المتين وقوله الحق المبين، أنزله على أشرف الأنبياء والمرسلين بلسان عربي مبين. تعهد الله بحفظه إلى يوم الدين، فسخر له أناسا يحفظونه ورفعهم به بين الخلائق أجمعين. اسمي عبد الرشيد بن علي بن عبد الرحمن، هذا إن حذفنا الألقاب، ولكن مع لقب الوالد اسمي المشهور عبد الرشيد شيخ علي صوفي، عبد الرشيد ابن الشيخ علي صوفي. طبعا الموطن الأصلي الصومال. ولدت في مدينة هرر في إثيوبيا، وخرجت منها وأنا ربما أو أخرجت منها وأنا سني في ذاك الوقت سنة واحدة، يعني أقول أخرجت لأني لم أكن أمشي بقدمي يعني. وانتقلت بعد ذلك إلى مقديشو. طبعا درسنا من الدراسات العادية، المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية، هذا كله في الصومال. بعد ذاك أخذت علم القراءات في معهد القراءات في مصر، نعم، في قسم العالية وقسم أيضا التخصص. كان ملازما لوالده، مقتديا به، مستمعا له ومستمتعا بقراءته، مما بعث في قلبه الهمة لحفظ القرآن الكريم. أنا حقيقة يعني لا أجد تاريخ معين أستطيع أن أقول أنني ابتدأت فيه حفظ القرآن، لأن نشأنا في بيئة قرآنية بفضل الله الوالد وكذا. فمنذ صغري قبل أن أصل ربما إلى 7 من عمري كنت في حلقة الوالد أستمع. كان في حلقة بعد المغرب وحلقة بعد الفجر، كل حلقة يقرأ فيها جزء. منذ صغري قبل أن أعرف القراءة والكتابة وأنا جالس يعني فيها. وفي أثناء ربما سنة 7 من عمري 8 حاجة زي كذا بدأنا ندخل في الكتاب اللي كان جنب المسجد، بدأت أتعلم يعني القراءة والكتابة، واستمر بنا الحال لفترة. لكن الوقت الذي أظن أنني جمعت فيه القرآن ربما كنت في 10 11 في شيء من هذا يعني في هذه السنين يعني بالضبط. التدريس والتعليم مما يرفع القدر والمكانة ويزيدك علما، وكما قيل يزيد بكثرة الإنفاق منه وينقص إن به كفا شددت. طيب، نحن أصلا كان دراستنا في المساجد يعني كانت في الحلقات، وأكاد أقول يعني أنه من المشهور
في الصومال إن الدراسة دائما يعني في المسجد الذي ليست فيه حلقات علمية لا يعتبر مسجد حي، يعني يعتبرونه مسجد ميت. يعني المساجد بنيت للتعلم وللتحلق وكذا. يعني في البداية كنت أدرس، ولما رجعت أيضا بدأنا التدريس في الحلقات في المساجد، وما زلنا إلى الآن بفضل الله عز وجل. يعني أنا أميل إلى دراسة الحلقات خاصة في المساجد لما فيها من البركة والخير والرحمة وتنزل الملائكة وأشياء كثيرة قد لا توجد في المدارس أو التعليم الأكاديمي، مش قد ليست للتقليد، بل لا مقارنة بينهما أبدا. يعني دراسة المسجد مباركة، كما أن الحلقات التي تسجل في المسجد تكون إن شاء الله أبرك من غيرها. نعم. هو الذي يريكم البرق خوفا وطمعا وينشئ السحاب الثقال ويسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته ويرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون في الله وهو شديد المحال. له دعوة الحق والذين يدعون من دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو ببالغه وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والآصال. أنا طبعا لما انتهيت من الدراسة في مصر في أظن كانت 85 رجعت إلى الصومال وبدأت أدرس فيه، وأجمع بين التدريس في المسجد والتدريس أيضا في الجامعة. كانت هناك كلية الدراسات الإسلامية كنت أدرس في قسم القرآن فيها، فالأمور كانت ماشية طيبة جدا، والدراسة كانت ماشية، وتخريج الحلقات والقراء أو الطلبة الذين يتعلمون القراءات المجازين، كانت الأمور طيبة حتى حصل الحرب الأهلي المعروف الذي يعني دمرت فيه البلاد وهجر فيها أهلها، وكنت من ضمن من يعني ترك لسببها البلاد. ثم الله تعالى يسر لي القدوم إلى قطر، استقريت فيها ولله الحمد والمنة من سنة 91، يعني أواخر 91 وصلت إلى قطر. ومن ذلك اليوم ومن ذلك التاريخ إلى يومنا هذا أنا في قطر يعني موجود. مع أنه لا يرى نفسه أهلا لذلك، إلا أن صوته انتشر وبلغ أقاصي الدنيا من خلال المصاحف المسجلة. ترى متى بدأ وكيف كان تسجيلها؟ التسجيل، رحلة التسجيل للقرآن تسجيل صوتي بدأ معي رسميا. أقول رسميا لأن هناك تسجيل بدأ من أول ما، حتى وأنا كنت في الصومال قبل أن أذهب إلى قطر كان هناك تسجيل صوتي، لكن بطريقة بدائية، يعني الأشرطة القديمة من هنا وهنا يعني. لكن التسجيل الرسمي الذي هو في الاستوديو وفي إشراف لجنة من أهل القراءات يستمعوا أثناء هذا بدأ سنة 2003. سنة 2003 حين يعني رغب بعض أهل الخير من قطر إنه لابد أن يسجل هذا رسميا، واختاروا مصر لما فيها، لما يتوفر فيها من أمرين. الأمر الأول وجود لجنة متخصصة في القراءات،
وكانت هذه اللجنة دائما على رأسها الشيخ عموم المقارئ المصري الشيخ أحمد المعصراوي، الدكتور أحمد المعصراوي. والأمر الآخر اللي هو يعني تفننهم ومعرفتهم والاستوديوهات المنتشرة هناك، ويعني والفنيين والمهندسين. فبدأنا نسجل. أول ما اخترنا رواية خلف عن حمزة، وأخذت مني يعني 2-3 شهور استقرار كامل يعني حتى نتفرغ. ودائما يعني التسجيل يأخذ وقت.